السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. السيد الفريق صدقي صبحي سيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. القادة، الحضور الكريم، قال الله في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. صدق الله العظيم. حيث كرم الله عز وجل أرض سيناء أسوة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وبالتبعية كرم خير أجناد الأرض حيث اختصنا بالدفاع والزود عنها، ونحن لها بأمر الله. ويشرف الجيش الثاني الميداني بحضوركم اليوم لمتابعة أحدث الأنشطة التدريبية الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود نصر 8، والذي يتزامن تنفيذه مع احتفالات القوات المسلحة بمرور 39 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة. فخالص التهنئة من رجال الجيش. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أقدم لسيادتكم ملخص عن الأعمال السابقة بالمشروع نصر 8 للجيش الثاني الميداني، حيث تم تنفيذ معسكر تدريب خارجي لإحدى الوحدات المدرعة والوحدات الفرعية الميكانيكية، أعقبه تنفيذ مشروع تكتيكي من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى تم خلالها رفع حالات الاستعداد القتالي وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة اعتبارا من يوم 10/10. المرحلة الثانية دفع الأنساق الأولى للاشتباك مع القوات المعادية لتحقيق المهمة خلال يومي 12-13/10/2012. أعقبها تطوير الهجوم بدفع مفارز للاستيلاء على خط حيوي في العمق بالتعاون مع قوات الإبرار الجوي وتحقيق المهمة التالية يوم 14/10. وسيتم اليوم تنفيذ النشاط التدريبي صد وتدمير الإبرار البحري والجوي المعادي بالتعاون مع عناصر الأفرع الرئيسية. الحضور الكريم، إن إجراءات تنفيذ الإبرار البحري وصد وتدميره تتطلب مستوى تدريب راقي يصل إلى درجة الاحتراف لجميع عناصر الأسلحة المشتركة، مع التنسيق المتكامل والدقيق الموقوت بينها لتحقيق الهدف منها. كذا التنسيق بين القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لتحقيق المهام المخططة بكفاءة عالية. لذا فإن هذه المرحلة تجسد ما وصلت إليه قوات الجيش الثاني الميداني والأفرع الرئيسية وعناصر أجهزة القيادة العامة من كفاءة قتالية وأداء راقي ومتميز. السيد رئيس الجمهورية، إن الجيش الثاني الميداني سيظل دائما محافظا على المبادئ والأسس للوصول بأدائه إلى أرقى المستويات، والتي تكفل تحقيق المهام بكل كفاءة واقتدار. رعى الله مصرنا العزيزة وحفظها من كل سوء بسواعد أبنائها المخلصين يصونون حماها ويرفعون مكانتها بين الأمم لتظل بلدا آمنة. واسمح لي سيادتكم بقبول هدية تذكارية من الجيش، خريطة لسيناء مؤمنة باسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في هذه الأيام الطيبة المباركة في هذا الموقع والمتقدم بالنسبة لكم جميعا، وفي هذه المناسبة والظروف في أكتوبر، وأيضا ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، وهذه الحقيقة كلها إرهاصات خير
ودلالة على أننا عندما نجتمع في مثل هذا المكان في هذا الظرف دلالة على قوة الأداء ودقة وحيوية التدريب والقدرات القتالية والاصطفاف والالتفاف حول القيادة بكل معانيها، ودلالة خير على أن المصريون جميعا شعبا وجيشا لحمة وجسدا واحدا. ونحن في هذه الأيام ندعو الله جميعا أن يثبت الأقدام وأن يقوي العزائم وأن يوفقكم جميعا لما فيه خير هذا الوطن. أقول بهذه المناسبة وفي هذه الأيام لكم جميعا ولكل إخوانكم وأبنائكم في القوات المسلحة كل عام وأنتم بخير. وأنا يعني أردت بالدقائق القليلة هذه قبل أن يبدأ البرنامج حتى لا نعطل البرنامج أن أتوجه إليكم إلى القيادات وإلى الجند بكل التحية من القلب. وحدث بالأمس وقبله بيومين بأيام قليلة كلام في إطار الإساءة، ربما لم يقصد أصحابها كذلك وإنما قد تفهم كذلك، وهذا الكلام نرفضه جميعا، أرفضه أنا شخصيا بكل معنى الكلمة ولا نقبله على الإطلاق. وأظنكم رأيتم كيف يعني حدثت إجراءات وتغيرت القيادة في الصحيفة، وهناك تحقيق مع الصحفي الذي قال هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة على الإطلاق. وأيضا كل جرائد اليوم قيل فيها أن هذا الكلام غير صحيح، عاري من الصحة تماما. وأنا قبل ذلك في الجيش الثالث الميداني تحدثت عما قاله أحد الذين يتكلمون دون وعي أيضا عن القوات المسلحة بأن هذا مرفوض وغير مقبول وليس يعني حقيقي على الإطلاق. وأنا يعني أكرر لكم تحية كل الشعب المصري وتقدير وعرفان هذا الشعب. وأنا كرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أؤكد على هذا الاحترام لقيادات القوات المسلحة الحالية والسابقة بكل ما في هذا من معنى حقيقي. وأنا يعني الحقيقة ليس سرا أن أقول لكم أنه أنا دائم الاتصال بالمشير طنطاوي وبالفريق سامي عنان. وأول أمس قبل أن يصدر ما جاء في الجورنان دون أن أدري أن هذا سيحدث كنت على اتصال بهم الاثنين بمناسبة قدوم الأيام المباركة والتهنئة عليها والاستشارة في بعض الأمور. فهذا الكلام يجب أن يعي كل أبناء القوات المسلحة أبنائنا وإخواننا أنه عادة مثل هذه الأمور يعني تحدث للوقيعة أو لمحاولات شق الصف. هذه محاولات كلها يائسة وفاشلة ولن تكون على الإطلاق بتاتا. وما يتكرر أحيانا هنا أو هناك متناثرا بين أنه يعني القوات المسلحة وقدراتها القتالية وتدريباتها واحتياجاتها المركبات السلاح الأفراد المال، هذا كله كلام قد أحيانا يثيره البعض أيضا من منطلق التأثير المعنوي على أبناء القوات المسلحة، وهم أكبر من ذلك بكثير جدا. فحقوقهم كاملة وأموالهم محفوظة، بل بالعكس انفاقهم زاد كما تعلمون جميعا. انتم القيادات عارفين ان انفاقهم في الشهرين دول زاد عن قبل كده مرات كثيرة جدا على التدريب وعلى المعدات وعلى الاستعداد. فهذا كله يعني ما يحدث احيانا هنا وهناك لا تلقوا له بالا ولا يعني يتأثر به احد. وانقلوا تحياتي الى كل من ورائكم من ابنائنا والاخوة الكرام القيادات والصف والجنود. حقوق كاملة للجميع، ليس هناك اي نوع من انواع التأثير على مخصصات القوات المسلحة، يعني مدخرات القوات المسلحة الخاصة بكيان المؤسسة والتسليح والتدريب والأفراد وغيره. كل ما يقال في هذا الإطار يعني محض افتراء وكذب لا أساس له على الإطلاق من أي صحة في أي مجال. وإذا كان القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يحرص على مؤسسة القوات المسلحة فمن يفعل إذن؟ هذا كلام كله يعني أنا أردت به أن أنقل إليكم تحيات كل الناس لكم جميعا. وأنا شخصيا دائما معكم في خندق واحد
ولا مجال للإطلاق لهذا الكلام، وأنتم تعلمون طبعا، أنا بؤكد بالتكرار على ذلك. كل عام وأنتم بخير، ويعني أرجو أن تكون إن شاء الله الساعة القادمة خير دلالة على درجة الاستعداد العالية جدا. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله. وصول معلومات تفيد باقتراب التشكيل البحري المعادي في اتجاه ساحل المحمديات، يتم دفع عناصر تأمين الشاطئ، وتتحرك عناصر الاستطلاع باستخدام طبيعة الأرض وخفة الحركة للوصول إلى منطقة عملها على الساحل، ويتم تنظيم جمع المعلومات على العدو بالطرق والوسائل المختلفة لاكتشاف تحضيرات العدو للإبرار البحري. وعلى يمين نقطة المشاهدة تتحرك دورية استطلاع الكيميائي والإشعاعي والمميزة بالبير البرتقالي والسرينة المتقطعة لتنفيذ استطلاع وتفتيش منطقة الشاطئ والتأكد من خلوها من أي تلوث كيميائي أو إشعاعي بطريقة نقط المراجعة. من جهة اليمين لنقطة المشاهدة يتقدم تشكيل جوي بقوة 4 طائرة مقاتلة قاذفة لتأمين منطقة الإبرار، وذلك من خلال تنفيذ مهمة المعاونة الجوية لصالح الجانب المعادي. وتتكون قوة المظلات المسقطة من 3 مجموعات قتال مدعمة بعناصر استطلاع عام وتخصصي بمهمة الاستيلاء على جزء من رأس الشاطئ وتأمينه بالاشتراك مع الإبرار الجوي استعدادا لاستقبال وتأمين الإبرار البحري. تعليمات قتال قائد الدفاع الجوي للفرقة بالاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية حال دخولها مناطق التدمير. أفادت نقطة المراقبة الفنية البحرية الموجودة على الساحل باستمرار تقدم تشكيل الإبرار المعادي في اتجاه الساحل على مسافة 12 ميل بحري لتنفيذ عملية الإنزال. تقوم القوات الجوية للجانب المعادي بقصف جوي لمنطقة المحمديات لتأمين قوات الإبرار البحر المعادي. اليمين لنقطة المشاهدة تتقدم 2 هليكوبتر لإبرار سرية مظلات عدا فصيلة. نجحت وحدات المظلات في تنفيذ المهام المكلفة بها بتفجير نقطة المراقبة الجوية بالنظر. بلغ قتال قائد سرية الحرس الأمامي القائد الكتيبة بدفع سرية الحرس الأمامي للقضاء على عناصر الإسقاط والإبرار الجوي المعادي، وذلك للتعامل مع عناصر الإبرار الجوي وإدارة النيران عليها. يقوم أفراد المظلات بإخلاء الطائرات الهليكوبتر طبقا للتحميل التكتيكي وأسبقيات تشكيل المعركة المتخذ لسرية المظلات. يسار نقطة المشاهدة وفي اتجاه السهم رقم 6 تقوم فصيلة قاعدة النيران بالاشتباك وتأمين دفع القوة الرئيسية للسرية للتعامل مع عناصر الإسقاط والإبرار الجوي المعادي. يقوم الآن التشكيل الجوي بإخلاء منطقة الإنزال تحت ستر وتأمين سرية المظلات. تم دفع القوة الرئيسية لسرية الحرس الأمامي للقضاء على الإسقاط والإبرار الجوي المعادي تحت ستر أعمال قتال قاعدة النيران. ويقوم سرب القنص والتدمير بالاقتراب من منطقة الإنزال لفتح الثغرات في الموانع الهندسية وموانع الألغام الموجودة بالبحر أمام شاطئ الإنزال بإطلاق قذائف الأعماق. من خلف نقطة المشاهدة عبر تشكيل جوي بقوة 4 طائرة مقاتلة لتنفيذ مهمة الاستطلاع الجوي. تقوم القوات الجوية بتنفيذ رماية على 2 هدف بحري معادي والمميز باللون البرتقالي داخل البحر. وتم إصابة الهدف إصابة مباشرة. وتم إصابة الهدف البحري الآخر المعادي بواسطة طائرات المتعدد إصابة مباشرة. تقترب الآن سفن الإنزال والمميزة بالدخان الأخضر من المنطقة المحددة لبدء عملية الإنزال البحري. عدد 4 طائرة هيل
تقوم بالاشتباك على عدد 2 هدف دبابة معادية والمميز ببراميل بيضاء باللون الأبيض على الشاطئ. يتم الاشتباك الآن مع الأهداف المدرعة المعادية على أقصى مدى واستغلال طبيعة الأرض حتى الدخول في المرمى المؤثر. وأهداف الهيل الجازيل شرق النقطة الإشارية رقم 3. وتم إصابة الهدف المعادي إصابة مباشرة. قامت كتيبة المدفعية بفتح النيران والضرب لتأثير بزمن المرور 26 ثانية. نيران مؤثرة على الوسائط البحرية. نيران تغطي الهدف. تم إطلاق الصاروخ. إصابة مباشرة. يمين ويسار نقطة المشاهدة يتم دفع القوة الرئيسية للكتيبة لتدمير قوات الإبرار البحري المعادي. وتقوم الدبابات بالاشتباك مع الموجة الأولى والممثلة ب6 هدف. تستمر الدبابات بالاشتباك مع الأهداف من الحركة لحرمانها من احتلال رأس الشاطئ. وتقوم الآن عناصر الدفاع الجوي الشلكة بالتعامل مع الهجمة الجوية المعادية والممثلة بالطائرة الهدفية. اتجاه السابق رقم 5. إصابة مباشرة. قامت الدبابات بإصابة مباشرة للأهداف على الساحل. المدفعية الصاروخية فتحت النيران. إصابة مباشرة على الهدف. تم تدمير الهدف للوسائط البحرية المعادية. إسعاف الكتيبة النسق الطبي الأول والنقطة الطبية للواء النسق الثاني ضمن الأنساق الطبية. ويمين نقطة المشاهدة تتحرك عربة إسعاف للواء لإخلاء المصابين من نقطة جمع جرحى السرية والمميزة بالبيرق الأبيض، والعربة الهمر مميزة بالبيرق الأبيض، وتقوم بإخلاء حالة خطرة. من يسار نقطة المشاهدة تم إقلاع الهليكوبتر بعد أن أتمت مهمة تنفيذ الإخلاء الطبي لأحد المصابين بنجاح. من أمام نقطة المشاهدة وفي اتجاه المنصة يتقدم تشكيل جوي من جهة اليمين واليسار بقوة 4 طائرة متعدد المهام بعد انتهائها لتنفيذ مهمة الحماية الجوية للقوات والأهداف بنجاح. يعني مع هذا العرض التدريبي العالي المستوى الذي شاهدناه الآن، ومع ما أظهرته كافة القوات سواء منها البرية أو البحرية أو الجوية أو الدفاع الجوي من مهارات ودقة
في الأداء وفي الرصد وفي التصويب وفي تحقيق الأهداف وتدمير الأهداف المعادية بشكل تكتيكي واضح ومخطط له بشكل جيد ومنفذ بطريقة على درجة عالية جدا من المهارات القتالية والقدرة العالية على إنجاز المستهدفات. يعني أشعر معكم جميعا بأنه الآية القرآنية التي قيلت في نهاية هذا التدريب هذا العرض نموذج يعني الذي يمثل جزء من تدريبات كثيرة تقومون بها من منطلق الإعداد الحقيقي لما نستطيع، والمعنى هو أقصى ما نستطيع. ولذلك يعني أتوجه إليكم إلى كل القوات التي شاركت في هذا البيان وفي هذا التدريب وفي هذا العمل القوي الفعال الرائع، وإلى القادة القيادات العليا، القائد العام ورئيس الأركان وقائد الجيش الثاني ورئيس أركان الجيش الثاني وقيادات الوحدات والفرق والكتائب التي ساهمت في ذلك من كل أنواع الأسلحة، والحضور من الإخوة الكرام القادة العسكريين من كل أجنحة القوات المسلحة. أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة على نجاح هذا العرض التدريبي الرائع، وأتمنى لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، وتستمر عمليات التدريب وفعاليات الاستعداد الدائم. فنحن كما تعلمون شعارنا الاستعداد الدائم ليل نهار على مدار العام على مدار الساعة، دائما مستعدون لحماية حدود وطننا ولحماية أرضنا بالالتحام الكامل بين كل القوات والتنسيق العالي المستوى جدا بين كل هذه الأسلحة والوحدات كما رأينا. وأنا يعني أعرف أن الواقع يعني على هذا المستوى وأكثر في مجالات كثيرة جدا ربما لا مجال الآن لعرضها أو الحديث عنها، ولكن أتقدم إليكم جميعا بالتهنئة. أتمنى لكم جميعا التوفيق واستمرار الأداء المتميز كعادتكم في المستقبل كما كانت في الماضي وكما هي في الحاضر، ويعني دائما تنظرون إلى الأمام، ننظر معا إلى الأمام إلى آفاق جديدة. ويعني أتمنى لكم كل التوفيق من كل قلبي، وأتابع معكم وأعيش بكل يعني إحساسي وكل مشاعري وعقلي وقلبي كل فقرات هذا التدريب. والحمد لله أنه تدريب حي، والحمد لله أنه يعني دون خسائر، فهذا شيء طيب جدا. وإن كانت الخسائر إن وقعت أحيانا تكون في إطار التضحية الواجبة في التدريب كما هي في القتال الحقيقي تماما. أشكركم جميعا وأهنئكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.